السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عندي وصفة سريعة جدا، حاجة حلوة كده للفطار للعشاء. الاطفال بيحبوها جدا ومغذية كمان. هنشوف الطريقة معايا. هي البانكيك، اكيد طبعا كلنا عارفينه. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. عندي بيضتين حطيت عليهم فانيليا. ممكن تنفع تنعمل ببيضة واحدة على حسب المتاح عندك. وحطيت معلقتين كبار كده من السكر. حطيت برضو ربع كوباية من الزيت. هو ينفع كمان زبدة، دي تكون زبدة سايحة او سمنة whatever، بس الزبدة تكون احسن. حطيت بقى كوبايتين كده، او يعني كوباية ونص من الدقيق، ولو احتاج هحط تاني. وطبعا بحط لبن. كل المكونات كده على بعض واشوف كده محتاجة دقيق او محتاجة لبن. لو قوام تقيل طبعا زي كده هحط لبن. وعلى فكرة ممكن نستبدل الدقيق بدقيق الشوفان، فهتبقى طبعا صحية اكتر. هحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بس معلقة مش مليانة. وابتدي اعملها كده بالمضرب اليدوي. انا عايزة القوام يبقى خفيف شوية، مش تقيل. فبحط كده لبن حبة بحبة لحد ما اوصل للقوام ده، يكون خفيف شوية كده، اخف من قوام الكيك. عجينة الكيك تمام كده. خلاص كده العجينة جاهزة، يدوي من غير ما اشغل خلاط او مضرب او اي حاجة. هنا عندي بقى صينية ما يعني غير ملاصقة، يعني ما بتلزقش فيها حاجة. بعملها بس بمسحة زيت، وابتدي بقى احط فيها حبة بحبة، يعني يكون مثلا على شكل دائري كده، زي القطايف. الحجم بقى اللي انت عايزاه كبير او صغير. هستنى بس اول واحدة بتبقى بتاخد وقت شوية لحد ما الطاسة تبقى حامية شوية. هي على درجة نار متوسطة. اخد بالي بس عشان ما تتحرقش معايا. واعملها الناحية التانية. ابتدي بقى خلاص كده انا ظبطت درجة الحرارة. ابتدي احط غيرها واوزعها كده بحيث ما تبقاش سميكة، تبقى سمكها وسط عشان تستوي كويس. تمام كده. وطبعا اعملها الناحيتين لحد ان هي تاخد لون ذهبي. حلو قوي، فطار سريع جدا مع كوباية قهوة، حلو قوي للاطفال كمان. تبقى جميلة جدا. عندك بقى طريقة التزيين زي ما انت عايزة. هقول لكم على الافكار دلوقتي، بس اما نخلص الفطاير الجميلة ديت. او بقلبها بس على الناحيتين بحيث انها تاخد من معايا لون ذهبي. آه مش غامق قوي ولا فاتح قوي. المهم عندي انها تستوي. وزي ما انتم شايفين هي بترتفع شوية بسبب بيكنج باودر، ان انا حطيتها طبعا البيض والبيكنج باودر. انا كده خلصت الكمية. هخلص الكمية بقى وارجع لكم تاني. اهي الكمية عندي ما شاء الله تقريبا من كوبايتين دقيق عملت كمية كويسة جدا. او زي ما انتم شايفين. اخر واحدة الفطيرة الكبيرة دي كانت اخر واحدة. كنت عايزة اخلص يعني، فعملتها فطيرة واحدة. او عملت الكمية الحلوة ديت. صراحة كان فطار حلو جدا ومشبع. حضرتك بقى ممكن تزينيها بصوص شوكولات، بعسل نحل، بعسل اسود، بفاكهة، على عسل نحل. عندك اللي متاح عندك. انا كان متاح عندي عسل اسود، فعملت كده ما بين كل فطيرة والتانية عسل اسود. كان طعمها جميل جدا جدا. فالمتاح عندك اعملي بيه. هي المفروض انها فطاير حلوة عشان هي بالسكر. فانا ما كترتش فيها السكر اللي حطيته، حطيت معلقتين بس، علشان انا عامله حسابي ان انا هحط عسل عليها عشان ما تبقاش بس مسكره قوي. بس هحط بس طبقات كده من العسل زي ما انتوا شايفين، فوق بعضها ما بين كل فطيره والتانيه. وزي ما انتوا شايفين كده جميله جدا. يا رب الوصفه النهارده تكون عجبتكم. باي باي.